ياهو يا ناس عطوني وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. والحلاق الآن محترم الشديد كأنه كوفير، تنظيف البشرة وكريمات وجل وتبشير وبخار واستشوار وصبغة ومكياج ورطب شفايف وش بقى؟ والله ما بقى الا الروج. بعض الشباب يقول والله مقفله زهقان طفشان حالته آهات من طول عنا طاولته، تلقاه يقول أوه كأنه ضب. أضحك مع الأصحاب وأخاف في بكاي، حزين دايم دمعتي وسط عيني. أما البعض الآخر من الشباب جو ثاني حقين الجو الرومانسي حق الحب والحنان والغرام، المساكين اللي يقول يا متعبني وانا ما احب غيرك، اللي تلعب له البنت تقول ايش حلي بطاقة سوا واطلع الليلة معك سوا، ولا ايش حلي لنا يا حبيبي أنا بدونك دجاجة بدون ريش وقرصان بدون جريش ولمبة بدون فيش، قدامك تفتيش. وهذا مدرس يسأل طالب وش ودك تصير، وش أمنيتك في الحياة؟ قال ودي أصير شاعر المليون. كفو فالك البيرك. صدق من قال وراء كل جوال مفصول بنت. جاه قال شلون عرفتني أنت؟ قال والله من الكوية اللي في رقبتي. وهناك نوع آخر من الشباب حاط القصة دخته وفرزاتشي ولا قاص مدرج أو فرنسي أو أبراج أو كدش، شوف راسه كذا كشة كأنك شاب فيت ولا كأنه مكوب على بيبسي ومسوي لي سوالف وهو والله ما عنده سالفة. لماذا هذا واقع الشباب؟ لأن ما عندهم هدف ولا أمنية ولا طموح. لو تسأل بعض الشباب وش هدفك في الحياة والله تجد والله ما عنده هدف ولا حتى تسلل ولا هجمة. حبتين واخذنا قشعتين في صبتين وحكم سنتين، ما نبي حبتين نبغى ركعتين دمعتين الساعة 2. تحشر يوم القيامة مع توبات 50 سنت ومساري وفلان. لا تقلد بعد حق النقا حق الربطات والسلاسل والشعور واللي يمشي ويتكسر كذا كأنه يعرج وهو كأنه مصاب يقلد النقا. قلد نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، قلد أبو بكر، قلد عمر، قلد علي، قلد الصحابة الكرام اللي والله تقليدهم شرف. اللي يقول آمري يا كامري تحت وامري، لا تلومي لومينا والزوم عند اللزوم وبيكا والمهجهل سبيكا وهنادي والموكب ينادي واكسل لعيونك أنت. إيه يقول يا جارح المجروح والجرح ما طاب ارفق باللي يوفالك وحبك مسكين. نشف ريق البنات من كثر ما يفكرون عليه. ضايع ما عارف وين منشاي، تايه ما عارف ايش ما لها واليمين. وإن كنت همهم الفرش والقرش والكرش والمرش. وسعد يهتز عند موته العرش. يقول إذا حبيتك أكثر زدت قسوة. لماذا؟ لأنك عايش في قسوة وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول من زود حبي لك صرت أكره لأنه حب لغير الله. والله نسيت نفسي وصل عمري 40 سنة. يقول والله نسيت نفسي ونسيت شكلي ونسيت والله أعظم في ديني ونسيت والله أهلي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فيا عجبا كيف يعصى المليء أم كيف يجحده الجاحد. أنت من خلقك، من صورك، من شق سمعك وبصرك، من سواك وعدلك، من أغناك ورزقك، من أطعمك، من آواك، من نصرك. إنه الله جل في علاه من الواحد الأحد الحي القيوم الجبار القهار الغفار القوي العلي الولي الغني سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا قارون بحث عنها في المال فما وجدها، وهذا هامان في الوزارة، وهذا أبو جهل بحث عنها في الرئاسة، وهذا أبو لهب. وأما الصالحون فقد وجدوا مبتغاهم. وهذا إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى يمر بثيابه الممزقة على نهر ثم يضع فيه ويغمس فيه الخبز اليابس ثم يأكله ويقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها في السير. يا من يعيش في نعمة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. اي والله لا تدوم. بلال بن رباح وبعدما آمن وأصبح مؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة يا بلال كيف صبرت على هذا الابتلاء وهذا العذاب؟ قال خلطت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فلم أشعر بشيء. ما هي السعادة؟ هي راحة القلب وانشراح الصدر والطمأنينة، وهذه السعادة ليست بالمال، والله لو كانت بالمال لاشتراها الأغنياء جل في علاه. لا تنزل قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال كلمة ولا تهمس همسة ولا تطلق نظرة ولا تخطى خطوة ولا تسكب دمعة إلا بعلمه وهو العليم الخبير. جل في علاه. الراحة الحقيقية والفلة والفوز في الجنة. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. دار
إن سألت عن أكل أهل الجنة ففاكهة مما يتخيرون ولحم الطير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن أرض الجنة وتربتها فهي المسك والزعفران وسقفها عرش الرحمن، وأما بناؤها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة. وأعظم النعيم في الجنة هو النظر إلى العظيم جل في علاه، كما قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تخيل نفسك وأنت في الجنة، وأنت في بساتينها وبين أشجارها، وتقطف من ثمارها وتشرب من أنهارها وتسكن في قصورها وتعانق حورها. لا إله إلا الله. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما خطر على بالك فالجنة ونعيمها خير من ذلك. عطنا وجه، عطنا وجه. للداعية سامي أسبيعي.